السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم كيتشيز في وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بأتم الصحة والعافية. اليوم غادي نتقاسم معكم وصفة ديال البراونيز اللي كيجي رائع، كيجي معلك، وصفة اللي غتكون ناجحة معكم ان شاء الله. غادي نحضروا بنوعين من الشوكولا، شوكولا السوداء وشوكولا بالحليب. الا بغينا هاد الوصفات ينجحوا معنا لا في الشكل ولا في المذاق ولا في القوام، ضروري ما تكون الزبدة من النوعية الجيدة، يعني الزبدة الحيوانية. الشوكولا تكون جيدة من النوعية الجيدة. بالنسبة لهاد الوصفات هادو او بالنسبة للباتيسري بصفة عامة، ضروري ما كنعبروا بالميزان او بالغرام باش كتنجح معنا الوصفة. نتابعوا طريقة التحضير باش نعرفوا مراحل التحضير ونطبقوهم، نعرفوا الحرارة ديال الفرن كيفاش كنطيبوهم في الفرن، ونعرفوا القياس ديال المول اللي غادي نحضرهم فيه. ونخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة. عندي 150 غرام ديال الزبدة، زبدة تكون حيوانية. عندي 150 غرام ديال الشوكولا السوداء، 100 غرام ديال الشوكولا بالحليب، 150 غرام ديال السكر حبيبات، 3 البيضات، كيس من السكر الفانيلا، 80 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، قليل من الملح، جوز او الكركاع مقطع قطع صغيرة. غادي نوضع القليل من الملح في البول وغادي نضيف عليه 3 البيضات، كيس ديال السكر الفانيلا، سكر حبيبات. نخلط هاد المكونات مزيان، ضروري في هاد المرحله نخلطو مزيان حتى تذوب لينا السنيده ويبدا يتغير اللون ديال الخليط باش تنجح معنا الوصفه. كندوب الزبده وكنبدا نضيفها على الخليط شويه بشويه مع التحريك المستمر. الزبده تكون دافيه ما تكونش سخونه بزاف باش ما يتقطعش لينا البيض. خلط مزيان حتى يندمج ليا البيض مع الزبده مع السنيده. وكنضيف عليهم الدقيق الابيض، كنغرب لهم بطبيعه الحال. خلط مزيان حتى ندخل الطحين مزيان مع الخليط. صافي كندوب الشكلاط اما ندوبوه في بان ماغي او في ميكروند. الا دوبناه في الميكروند ما نفوتوش 3 دقائق، وكل 30 ثانيه كنحركوه باش ما يتحرقش لينا. كنضيف الشكلاط وكنخلط مزيان حتى يندمج ليا مع المكونات السابقه. ونحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس. هذا هو القوام ديالو، هذا هو القوام ديال البراونيز ديالنا. صافي هنا في هذه المرحله الاخيره كنضيف الجوز، كنخلط مزيان. صافي كنجمع الخليط ديالي بواحد السباتيل من الجناب، وكنجيب واحد القالب يكون مربع، القياس ديالو 27 سنتيمتر على 27 سنتيمتر. هذا هو القياس ديال القالب اللي استعملت. كنغلفو بورق الطهي وكنفرغ فيه الخليط. اللي بغى البراونيز يجيه عالي على هذا القياس اللي درت انا ممكن يستعمل قالب اصغر، كل الحجم ديالو اصغر من هذا القالب اللي درت انا، وممكن تستعملوا قالب دائري. كنوزع الخليط على المساحه ديال القالب كامله باش يجينا مقاد وما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي وكنكون مشعله الفرن مسبقا على 150 درجه، مشعول من التحت ومن الفوق، وكندخل ليه البراونيز يطيب. ما كنفوتش ليه 20 حتى ل 25 دقيقه بدون مروحه، وما كنحلوش عليه حتى يكمل في الطياب. وهذا هو الشكل ديال البراونيز ديالنا من بعد ما كيطيب، يكون على هذا الشكل. هذا هنا راه باقي سخون، غادي نخليه حتى تيبرد تماما عاد باش كنحيدو من القالب. وكنوضعوه في شي طبق باش يمكن ليا نقطعو ونزينو من بعد. ضروري ما كنخليو البراونيز ديالنا يبرد مزيان، هكا كيتسهل علينا باش كنحيدوه من المول وما كيخسرش لينا في التقطاع. صافي دابا غادي نقطعو هنايا على شكل مربعات، نقطعو في المره الاولى على شكل مستطيلات، وضروري ما ناخذوا القياس مزيان باش يجيونا المربعات مقادين وقياس واحد.
صافي كنقطعو على شكل مستطيلات بهذا الشكل. كندور الطبق للجهه الاخرى وكنعاود نقطع مستطيلات بهذا الشكل هذا هكا باش كنحصل على مربعات. كما كتشوفوا كيتقطع بسهوله، ما كيجيناش قاصح، كيجي معلك. وصافي هنايا غندوز غادي ناخذ شوكولاته ديال الدهن، ضروري ما تكون شوكولاته من النوعيه الجيده، واللي بغى يستعمل اي شوكولاته من اي نوعيه كيبقى حسب المستطاع، حسب المتوفر عندنا في البيت. كندير بها خطوط على شكل زيكزاك بهذا الشكل. ممكن نستغناو على هذه المرحله ديال التزيين ونقدموه غير هكا، كيبقى على حسب الرغبه وحسب اللي متوفر. الا ما توفرش عندنا باش نزينوه كنقدموه هكاك بدون تزيين. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل المربعات كاملين. وكنجيب واحد الكيردون وكنبدا نجر بيه هكا من الوسط ديال الزيكزاك اللي درت هكا من الوسط، كنجر بيه هكا بهذا الشكل باش كيعطينا واحد الشكل بحال الشكل ديال شي وريقه. ومن بعد ما كنكمل كنبدا نزين بقطع ديال البسكوي. استعملت هنايا اوريو، ميلكا، ليو، سويتيس، اي نوعيه متوفره عندكم ممكن تستعملوها بالتزيين، كيبقى حسب الرغبه وحسب المستطاع واللي متوفر عندكم. ممكن نحتفظوا به هكا غير بشوكولاته الدهن، وممكن نقدموه هكاك بدون شوكولاته الدهن بدون تزيين. كيف ما قلت لكم كيبقى حسب الرغبه وحسب اللي متوفر عندنا. ممكن نزينوه باصناف ديال الجوز مادام استعملنا فيه الجوز في الخليط، ممكن نستعملوا اصناف ديال الجوز هكا كتذكير بان فيه الجوز. كنتمنى انكم تجربوا هذا البراونيز هذا، غادي يعجبكم بزاف، كيجي رائع، كيجي معلك. الا تبعتوا مراحل التحضير والقياسات كانوا مضبوطين ديال المكونات، ضروري ما غادي ينجح معكم هذا البراونيز هذا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنزين كاع القطع اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البراونيز ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع، كيجي معلك. الا جربتوا هذه الوصفه خليوا لي في التعاليق كيفاش خرجت معكم الوصفه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من الحلقه ديال اليوم. بالصحه والراحه، شكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.